كذلكم إذا نظرنا إلى البضعة النبوية الشريفة، وهي التي قال عنها صلى الله عليه وآله وسلم في كم من سياق، في كم من موضع: فاطمة بضعة مني. مرة قالها من جهة النسب والذات، ومرة قالها من جهة العلم لما سأل السؤال المشهور: ما هو الأمر الذي هو خير للمرأة؟ فلم يجيب ساداتنا الصحابة، وأجابت هي لما ذهب لها سيدنا علي عليه السلام، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني. مفهوم هذا في هذا السياق أنها بضعة منه في الفهم والعلم. قس عليه مرة أخرى قالها لها يوم نافح عنها وقال: فاطمة بضعة مني يسرني ما يسرها ويحزنني ما يحزنها، أو يغضبني ما يغضبها. أي الآن يتكلم عن معنى المزاج ومعنى الطبيعة ومعنى الأخلاق بأنها بضعة منه، أو في المقام أن الله سبحانه وتعالى يغار عليها كما يغار على حبيبه صلى الله عليه وسلم. حتى قال بعض أهل العلم في هذه المسألة: من أغضب السيدة فاطمة عليه السلام هل يكون كافرا أم لا يكون؟ بحث في هذه المسألة. لماذا؟ لأنه قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الآخر بأن الله يرضى لرضاك ويغضب لغضبك. من أغضبها وأغضب الله سبحانه وأغضب سيدنا رسول الله هل يكون أم لا؟ يكون كافرا أم لا؟ فهذا كلام. إذن فهي بضعة منه. فمن معنى البضع هذه أنها جزء منه، لا شك أنها ليست جزء فقط في الذات في الجسمانية المحمدية، وهذا شيء عظيم جدا، هذا شيء عظيم، ولكن المعنى أعمق من هذا. يريد صلى الله عليه وسلم أنها بضعة منه في كل المراحل والمراتب، في الذات والصفات، في الجسمانية والروحانية والنورانية، في الدنيا والبرزخ والآخرة، وفي كل الأحوال.